عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي أصل الطبخ. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هنعمل فيديو بسيط قوي. مش هنكتر عليكم فيه. كان المفروض يتعمل من زمان، من أيام المشمش ما كان بيبقى موجود. لكن عايزة أقول لكم إن أنا احتفظت بالنوى بتاع المشمش. أهو أنا فرمت شوية منه. أهو ده النوى بتاع المشمش الداخلي. طبعا أنا نشفته خالص، وبعدين حمرته على النار كده. يعني شوحته على النار علشان اطرد الرطوبة اللي بتبقى فيه. طبعا وصل بقى معايا ايه للنتيجة دي، ان هو نشفت الحبة كده وبقت حلوة. اما تاكليها والله انا فرمته دلوقتي ما فيهوش نسبة مرارة خالص، عامل زي ما يكون يعني محمصة وطحنة لوز او بندق. تمام. النهارده انا هقول لكم بس الدقه المصريه اللي احنا بنعملها، اللي هي بتتاكل مع البيض ومع الفطير ومع الكحك، اللي هو الناس المصريين طبعا عارفينه. الدقه دي بتفتح النفس كمان لما بتغمزي بيها حاجه. وممكن تكتري ملح او ما تكتريش ملح، دي حاجه بترجع لك انتي. الاساسي فيها طبعا ان احنا بنحط السمسم. اهو زي ما انتوا شايفين سمسم. لو انت جايباه ابيض بيبقى بتضطري تحمصيه. انا جايباه يعني هو محمص حلو اهو، ومقرمش كده وطعمه جميل وطازه. جبت سمسم، وكمان اللوز ده، وانا مش اللي هو شبه اللوز. كمان انا النوى بتاع البندق بقول لكم ان انا حمصته علشان يتضرب بسهوله وما يبقاش فيه رطوبه. كمان هقول المحتوياتها ايه. ادي كزبره مطحونه. برضو الكزبره جبتها ونقيتها وحمصتها وفرمتها عشان تدي طعم ايه حلو كده. والكمون نفس الشيء، انا دايما بحمص حاجتي على الهادي كده، بطير الرطوبه منها. وبعد كده بروح ايه فرماهم. بجيب كل حاجة انا بعملها، ما بجيبش اي حاجة من بره ان هي اقول كمون جاهز او ده مطحون مالوش طعم نهائي. معرفش بيحطوا له ايه، هما بيضيفوا حاجات طبعا. الغش اللي موجود طبعا بيضيفوا حاجات. لكن دايما انا بجيب الحبوب صاحية وبنقيها كويس، وبعد كده بشوحها على النار بطير الرطوبة منها. وبعد كده اما بتهدى بضطر افرمها. تمام. ادي ده قلنا ايه كزبره. انا قلت لكم بس بقول لكم الطريقه ايه. كزبره مفرومه متحمصه ومفرومه، كمون مطحون اهو. ده طبعا كمون بيور ما عليهوش اي حاجه، فتبصوا تلاقيه تقيل، عشان كده مش حاطه كتير. شويه فلفل اسود ممكن تستغني عنهم، والشطه ممكن تستغني عنهم لو بياكلوا منها اطفال. وكمان الملح طبعا اساسي، الملح ملح ابيض ناعم اهو. انا حاطه وحسب برضو تذوقك للحاجه وتحطي قد ايه. وكمان السمسم اهو. وادي الحبوب بتاعت النوى الداخلي بتاع المشمش. تمام. هو مقارب للوز، وطعمه مقارب للوز والبندق. طيب هنعمل ايه يا هدى؟ انا خدت شويه اهم زي ما انتوا شايفين. انا حمرتهم بعد ما شوحته. بصوا بقى بودر ازاي اهو. بصوا ده اللون ده هو ده الجميل. ليه؟ ناتج عن ايه؟ عن القشره الخارجيه دي. يعني ما عرفتش اشيلها، او في بعضهم بتتعان وبعضهم لا. فطبعا ايه، مش مهم، هي كل حاجه فيها حلوه سبحان الله. القشره والداخليه وكل حاجه. فعايزه اقول لكم بصوا ريحتها والله كاني طحنه بندق. بندق ولوز. تمام كده. انا طحنت شويه اهو عشان اوريكم هنعمل ايه. طبعا انا هحط دول في البوله دي اهو. اهو شايفين. باي بقى ايه مطحنه عندك، مطحنه كويكي، خلاط بتحبي تفرمي بيه انتي اهو. تمام. هكمل بقى انا الباقي ده. طبعا انا برضو مش هسكل عليكم اهو. هكمل الباقي عشان النهارده انا مش عايزه الفيديو يطول عليكم، مش عايزه الفيديو يبقى كبير، فيديو بسيط كده اهو. هفرمهم ان شاء الله عشان برضو الصوت بتاعها اهو. ادي حبايبي خلاص كده انا فرمت اهو. اخلص عليها كلها اهو. طبعا احنا قلنا اللون الغامق ده ناتج عن ايه؟ عن قشرة بتاعه ايه النوى. ادي اهو شايفين ده كل ده نوى. على فكرة الكمية دي كبيرة، يعني ممكن تحط لها شوية كتيرة من التوابل. انا هحطها احط اللي انا بس بقول لكم ايه،
بقول لكم المكونات بتاعتها ايه. طب انا حطيت اهو النوى بتاع المشمش الداخلي، وهحط عليه السمسم الجميل ده. انا لقيت ناس كمان عاملاها ازاي. احنا عاداتنا زمان كنا ما بنطحنش السمسم. ليه؟ بنحبك لما تغمزي كده في اللقمة او البضاية فيه بيطلع لك معاها السمسم كده واضح وجميل، ويقرش تحت اسنانك برضو حلو، لان هو ايه، محمص. يبقى احنا حطينا النوى بتاع المشمش المتحمص الناشف، لازم تنشفيه خالص المتحمص. وكمان حطيت معاه فرمته قصدي، وحطينا مع بعض ايه، حطينا السمسم كمان يا هدى. هتحطي ايه تاني؟ احنا قلنا المكونات اللي عندنا اهي، اللي هو ايه، هنحطهم كلهم على بعض. قلنا كزبره مطحونه، كمون، ملح، وشويه فلفل اسود. يعني اللي يريحك بقى في حته ايه، الشطه دي. لو في اولاد اطفال عندك يعني بياكلوا الشطه، اوكي. مفيش حد، خلاص يبقى ما تحطهاش. طبعا احنا عندنا ايه، مفيش اطفال كتير واحنا اللي بناكل الحاجه دي، وحتى الاطفال الصغيرين يعني عندنا ممكن برضو يحبوا ينقنقوا بحاجات من الشطه وكده. اهو كله. وطبعا هحط الكزبره. حطينا حطينا الشطه وحطينا الكزبره، وادي الكمون والفلفل والملح. تمام كده. طبعا هو الملح ده كافي يا هدى؟ لا طبعا مش كافي، احنا هنزود شويه، يكون ملح ناعم اهو. شايفين بقى اخر جمال اهي. اخر جمال واخر حلاوه. طبعا يا حبايبي بقى ملحوظه، هقول لكم على حاجه انا بعملها شخصيا. طبعا الحاجه احنا قلنا احنا بنجيب اصل الحاجه، فطبعا انا عايزه بقى اعمل لكم حاجه تكون ايه، حاجه شخصيه كده وتذوق ويكون عالي وجميل. هقول لكم انا بعمل ايه. بعد لما حطيت الحاجه دي كلها، انا باخد معلقه، او خدت معلقتين قبل كده، وادي ادي التالتة اهو. 3 معالق من ايه البودر ده ايه. هقول لكم ده داخله ايه، التركيبه بتاعتها كلها. هقول لكم هي عباره عن ايه. عايزه اقول لكم هي جملتها وخلت طعمها مميز وطعمها ممتاز جدا، ومش اي حد هيعمل الطريقه دي. هقول لكم انا حطيت ايه. حطيت ايه اللي هو ده البودر ده اهو. هقول لكم ده عباره عن ايه. عباره عن اولا ملح، ده شيء اساسي. ليه انا بقى ده بخليه للسلطه على طول. عايزه اخد منه للسلطه باخد، عايزه اخد منه للفول المدمس باخد. وخاصه بعمل الحاجات دي كمان بتبقى موجوده في رمضان، على اساس ان انا مش هفتح كذا علبه، لا باخد على طول. ويمكن لو دخلتوا على القناه عندي هتلاقوا ان انا كنت عامله توابل بهارات للكفته والسمك والحاجات كتير موجوده. البهارات انا عاملاها. طبعا من ضمن البهارات برضو عملنا الدقه. عايزين نقول بس نركز نقول البهارات عملناها دي البهارات دي اللي انت لنا. يعني انا الفيديو ده كانه منشق لاتنين. يعني هقول لحضرتك اهو. بصوا ادي اهو، ده بتاع السلطه، يعني دوا بتاع السلطه اهو. هقول لكم تركيبته ايه. وطبعا دوا خدت منه هنا حطيت هنا، لان طعمه دوا رائع. عايزه اقول لكم التركيبه. هنا ده ملح، حطيت ملح اساسي. طيب حطيت ايه كمان يا هدى؟ حطيت بصل بودر، خليكم معايا. بصل بودر، توم بودر، بابريكا، كركم، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة، شوية كمون، الملح. ايه تاني حطيت كمان ورقة من الماجي، فرمتها وحطيتها فيه. اولا ورقه الماجي اللي انت بتفرميها بتحطيها فيه، او المكعب الفاين فود. عايزه اقولك ان هو بيحافظ عليها، ما بيخليهاش يجرى لها حاجه. بتعملي بكميه زي ما انت شايفه كده، انا عامله بكميه كده تبقى جاهزه بنستغلها للفطار الصبح، بنحطها جنب الاكل. بنعمل مثلا بنحيق فول بنحطها. السلطه اساسي يومي لازم باخد معلقه منها على السلطه، بتبقى كافيه من كله. هنقول التوابل ايه هي اللي محطوطه. توم باودر، وبصل باودر، وكركم، وبابريكا، وكزبره، وملح، وفلفل، وكمون، وورقه من الماجي مفرومه بحطها معاهم عشان يديها المادة الحافظة تحافظ عليها.
والفلفل الاسود والملح. خلاص كده. طيب هنقفل طبعا دي اللي انا قلت عليها، التركيبه اللي انت تعمليها وتخليها لرمضان ليكي، تخليها للفول، تخليها للسلطه، اي حاجه هتحبي تحيقيها. تمام كده. ودي اللي عملناها النهارده، اللي احنا انا مكمله من دي اللي احنا خدناها النهارده وحطينا معاها. مش قادره اقول لكم طعمها بقى ايه. تخيلوا التركيبه دي كلها طعمها بقى رائع، حتى خلتها حلوه وجميله لما حطينا وفركنا الورقه بتاعه البودر بتاعه الماجي فيها. تخيلوا بقت مش دقه، بقت ليها طعم ورونق تاني جميل جدا قوي. هناخد بقى ايه، هنقول لكم هي بتتقدم مع ايه. طبعا بتتقدم مع بيض، تحطي بيض مثلا بلدي، بيض احمر اللي يعجبك. يبقى الدقه بتتقدم مع ايه. سوري بس انا النهارده طبعا يعني الحكايه ما كانتش كلها موجوده. لا، انا المفروض ان انا احط جنبها عيش، اللي هو الكحك يعني، احط بقسماط، احط حاجه زي دي. بس ما حلفنيش الحظ ان انا اعمل. فاهو زي ما انتوا شايفين. طبعا دي بتحطيها في ايه، بتحطيها، بس انا طبعا عشان التصوير بتحطيها في برطمان. اوكي. وبتقفليه كويس قوي، وبتاخدي منه في طبق صيني صغير اثناء الاكل، علشان طبعا ما تبص منك وما ما يجرالهاش اي حاجه. وتقفلي البرطمان كويس قوي، وبتشيلي في المطبخ عادي خالص، ما بيجرالوش اي حاجه. يبقى احنا قلنا النهارده عملنا ايه، فكرناكم بالتوابل اللي احنا بنحطها للسلطه. دي اساسي عندي، انا بعملها على طول، بتديها طعم جميل. زائد الشطه كمان، يعني هم 10 حاجات بتحطيهم للتركيبه دي علشان تخلي لك الدنيا اخر جمال كده، والطعم حلو قوي. تمام. قلنا بقى التركيبه بتاعت السلطه او الفول. وكمان عملنا الدقه المصري بتكوناتها. كمان بتتقدم مع بيض، بيض بلدي بقى، بيض احمر، اللي يعجبك كله. وطبعا بتتحط بقى جنبها، ممكن عايزه باي معجنات، باي كحك، اي فطير، اي حاجه بتحبي تاكلي بيه. دي كانت طريقه هدى النهارده ان شاء الله، وبشكركم لحسن متابعتكم، وبقول لكم انتظروني في حاجات جميله كتيره ان شاء الله. بشكركم، مع السلامه. مننساش بقى اللايك. مع السلامه.